بسبب هذا الكلام ارتكبوا أعظم جريمة على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا لا أخاف عليكم الشرك من بعد، وأقسم. خلاص يا أخي أنا عندي شهادة أن أنا لن أشرك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أن لا أخاف، والله لا أخاف عليكم شركا من بعدي. يعني حضرتك تبرر الشرك الذي يقع عند المقابر لأن النبي قال أن الشرك لا يقع في أمتي؟ يا أخي المقصد من هذا الحديث أن أغلب الأمة لن تشرك بالله وأنها ستظل موحدة بفضل الله. هذا الكلام لا يمنع من وجود بعض الفرق الضالة في الأمة، والدليل على هذا الكلام قول النبي أيضا أنه لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمته بالمشركين. إذن هناك قبائل من أمة محمد محددة سوف تلحق بالمشركين، إذن سيقع الشرك من بعض الفرق من أمة محمد. هذا الشيء الآخر، كيف تغفلون عن قول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ قالت أم المؤمنين يحذر من ذلك. وقال أيضا عن من يتخذ القبور مساجد، قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.